اختتم دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالكشف عن الفرسان 16 المتأهلين إلى ثمن نهائي، حيث كان نصيب الأسد للفرق الإنجليزية بخمسة أندية، فيما تباينت مشاركة أندية إسبانيا وألمانيا وفرنسا. بختام مجموعات دوري أبطال أوروبا اتضحت موازين القوى في المسابقة الأغلى قاريا هذا الموسم، حيث فرضت الأندية الإنجليزية واقعها بتواجد خمسة منها في ثمن النهائي بفضل قطبي مانشستر يونايتد والسيتي، إلى جانب تشيلسي وليفربول وتوتنهام، وهي الأندية التي تلعب الأدوار الأولى في البريمير ليج هذا الموسم. تمثيل الأندية الإسبانية تراجع هذا الموسم إلى 3 عكس الموسم الماضي، بعد تخلف أتلتيكو مدريد عن ركب المتأهلين للمرة الأولى منذ سنوات، تاركا المجال للعملاقين الكتالوني والمدريدي للمرور إلى الدور الموالي، إلى جانب ممثل الأندلس نادي إشبيليا. الحضور الإيطالي سيكون ممثلا كالعادة ببطل الدوري يوفنتوس إلى جانب وصيفه روما، بعد أن خرج نابولي خالي الوفاض من دوري المجموعات ليكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي. فرنسا من جانبها ستكون ممثلة هذه المرة بفريقها الوحيد العملاق باريس سان جيرمان، بعد أن دأبت على المشاركة بأكثر من واحد إثر التراجع الكبير لبطل الدوري موناكو. أما ألمانيا فيبقى عملاقها البافاري خير ممثل لها بعد انتكاسات فريق بوروسيا دورتموند التي انتقلت إلى مشاركته القارية. ثمن النهائي هذا الموسم سيكون ذا نكهة تركية بوصول بيشكتاش إلى هذه المرحلة المتقدمة لأول مرة في تاريخه بعد تصدره مجموعته بامتياز، متفوقا على بورتو البرتغالي الذي سيرفع لواء الأندية البرتغالية بعد إقصاء بنفيكا وسبورتينغ. أما شختار فبات من المعتاد مشاركة هذا النادي الأوكراني في المسابقة، وإن كان طموحه قد لا يتعدى أبعد من هذا الدور، شأنه شأن بازل السويسري الذي يؤكد من موسم لآخر حضوره القوي على المستوى القاري. وإليكم الآن مشاهدينا الأندية المتأهلة إلى دور 16 بانتظار القرعة يوم الاثنين المقبل على بين سبورتس الإخبارية. إليكم كذلك مشاهدينا الأندية التي التحقت بدور 32 من الدوري الأوروبي.